مناشدات القبائل العربية المجاورة لنا في سوريا لإنقاذها من تدخل الجيش العراقي في المناطق الحدودية لمنطقة ربيعة، ولما لهذا الأمر من انعكاسات خطيرة في الشأن العراقي، واستجابة لمطلبهم قمنا بالتدخل لدى الجهات المختصة لإيقاف هذا الاعتداء الغير مبرر، واستطعنا بفضل الله تعالى أن نوقف هذا الاعتداء. واليوم اجتمعت القبائل العربية في منطقة ربيعة لتأكيد موقفها الرافض للتدخل في شأن الغير، مثلما ترفض تدخل أي دولة في الشأن العراقي، وللتأكيد على روح الأخوة فيما بينها، وأنها ترفض التعدي على أبناء القبائل العربية سواء كانت في سوريا أو في العراق. أن القبائل العربية هي من حافظ على أمن العراق في هذه المناطق طوال ال10 سنوات الماضية، والجيش العراقي كان مساندا لجميع القضايا العربية منذ حرب 48 مرورا بعام 67 و73 وحتى الحرب العراقية الإيرانية. تؤكد القبائل العربية على وقوفها صفا مع أخوانهم السوريين ومنع أي اعتداء عليهم من قبل أي جهة وخصوصا العراق، كما تؤكد المحافظة على أمن العراق ووحدته، وعدم التحريض على الطائفية، وعدم إدخال أي جندي إلى العراق، أي جندي إلى الجيش العراقي من الذين يثبت أنهم يعاملون الناس طائفيا، وأن يكون تعاملهم في محافظة نينوى لخدمة وكرامة أهالي محافظة نينوى، لأن الجيش العراقي هذا هو المعروف عنه. أما لو أرادت هذه العشائر العربية أن تشكل قوة فلن يستطيع أحد أن يشكل قوة بحجم القوة التي سوف تشكلها هذه القبائل. لذلك نطالب الحكومة العراقية بعدم التدخل في الشأن السوري، وأن يبقى الشأن العراقي هو المهم، والحفاظ على أمن العراق ووحدته، وعدم التفريق بين أهله سنة أو شيعة، عربا أو كردا، يزيدية أو مسيحا أو تركمان. لذلك تطالب العشائر العربية من الحكومة العراقية بالطلب من سوريا بعدم قصف المناطق الحدودية، وتعويض أهالي منطقة ربيعة الذين سقطت عليهم يوم أمس صواريخ من طائرات سورية قريبة على الحدود، مما أدى إلى تضرر الكثير من المنازل في المنطقة. العراق بلد واحد، والعراقيين يد وحدة من زاخو وإلى الفاو، ولا نقبل أي تفريق على أساس طائفي سني أو شيعي، لأن القبائل العربية هي تحتوي السني والشيعي في جميع العراق.